كاين بالنسبه لي رجل المباراه. نعم. افضل لاعب في اللقاء كان ايضا ايت نوري اللي كان قدم 80 دقيقه قبل خروجه في المستوى، واللاعب اللي دخل وسجل اللي هو بن اللي دخل كان نال ثالث افضل تنقيط. فوزي بالنسبه لي ايت نوري مازا بن جابر. انا شفت ايت نوري قدم مباراه نعم. على مستوى بالنسبه لي واحده من احسن المباريات اللي شاهدت فيها خصوصا في الشوط الثاني. مازا احسن لاعب. مازا اكيد. مازا دوكا راه اور نورم اور كاتيجوري في المنتخب الوطني الجزائري، ما تقدرش تكلم. قال لك اعطيني ثلاثه. لاعب اللي يستلم الكره دائما نحو الامام ولو كان محاط بثلاث لاعبين، لاعب اللي دائما يروح فير لافون ويدير لك هذيك الاضافه، لاعب اللي ما يخافش، لاعب اللي اليوم فعل كل شيء. فعل كل شيء. كون عندنا مهاجم شغل اكثر جوده شويه برك مازا يتكي عليه يدير العجب. واحد كيما هانون، واحد طويل هكذاك مليح ما شاء الله. لا اليوم يعطيهم الصحه كامل والله. غير حتى زروقي محمد دار بصح ارتكب خطا كبير صح، على بالك استرجع الكثير من الكرات باش ما نهضموش حقه. تعاود تشوف المباراه زروقي استرجع الكثير من الكرات وكان جيد جدا في الضغط العكسي، دائما تلقاه حاضر ويسترجع الكره. زروقي في غلط المشكل تاعو انه انت شغل واحد يعطيك 100,000 ومن بعد يخبطك في 10 ملايين. هكذا صارت الناس. محمد احنا نتمنوا انه يقضي على هذا الديشي هذايا خصوصا في مناطقنا. لو كان دارنا هذه التمريره الخاطئه في الثلث الاخير من الملعب تاع المنافس عادي داوها وطلعوه والله غير عادي. انا نظن الثلث الاخير زروقي في اللقطه هذيك يعني هو عنده يعني كما نقول لاعب اكاديميك عنده مستوى في هذيك اللقطه كما نقول لك دو لادفيرسال ما بالكش مع راك تلعب باش تكون اللعب تاعك باش تكون الكره يعني باينه باش كما نقولوا لاسيونس هي لا ريميز. كان مقابل بالاسباني انا راني دو لادفيرسال مانيش نشوف شكون بن شابر ولا فوزي. راهي شوف انا جاتني الكره كي ندير لا ريميز البن شابر شكون اللي يولي فاسو جو؟ بن شابر اللي يولي فاسو جو ولا راه يشوف اللعب. تسمى هو جاتو الكره سون فوار الى في لا ديفياسيون تما طاحت عند الخصم. هو انا نظن شاف محرز ومحرز ما كانش ينتظر بلي يعطي له الكره في هذيك اللقطه. انا نظن في هذا الشيء ربما يتعاقب مع المنتخب الوطني. لماذا؟ باسكو فوق غلطه ولقينا هدف. نعم. خروج زروقي كان منتظر لسببين، السبب الاول ارتكابه للخطا والسبب الثاني تلقيه لبطاقه صفراء. يعني كان ممكن في الشوط الثاني مع التدخلات والمباراه كانت حاميه الوطيس انه يتلقى انذار ثاني ويخرج من المباراه. لذلك احسن ما فعل بيتكوفيتش انه ازاحه وادخل مكانه بن طالب. لكن فهمني ايضا في التغيير الثاني دخول بن بوعلي في مكان بوداوي. لماذا اخرج بوداوي بالذات؟ اخرج بوداوي خاطر الشيبي حبط ولا يدير العمل تاع بوداوي. علاش مثلا ما خرجش الشيبي؟ علاش مثلا ما خرجش الشيبي او خرج بويري ودفع مباشره بن بوعلي؟ الشيبي هو ومازا هما اللي راهم يتحركوا يديروا اللعب. وبن طالب زاد دار دخوله مميز، دخل مليح بن طالب مع مازا وشيبي هما ولاو يديروا. التغيير كان موفق. لي دو كيما يقول لك لي دو مونور ولاو مازا وشيبي وبن طالب، لانه لم يكن احد يتوقع خروج بوداوي بعد الشوط الاول. بصح هنايا اليوم النخب الوطني كما نقولوا نعطوا له حقه في هذا التغيير هذا. نعم. الشيبي عنده لي دو رول. نعم. لا ترانزيسيون ديفونسيف الي لا. نعم. باسكو سي ان جوار يقدر يدافع عنده نعم. امكانيات بدنيه. كاين حاجه محمد في لي فور فيزيك لما تروح وترجع تقدر توصل بيساسيون 200 بيساسيون. ميدو شفتك مستغرب من تغيير بوداوي في الشوط الاول. انا تعجبت، كان افضل لاعب في الشوط الاول من جانب المنتخب الجزائري. مي جو بونس كيل ابري لو ريسك هذاك. شوف هو كان يحوس على النزعه الهجوميه. هو كان يحوس على النزعه الهجوميه. لماذا؟ بوداوي في لا ترانزيسيون اوفونسيف ما يكونش بصح شيبي يكون. لا بوداوي من التمريرتين حاسمه جدا. ماشي البروفيل تاع شيبي، ماشي شيبي يقدر في لي دور قلت لك. بوداوي il défend bien mais في l'offensif بوداوي sur des passes entre les lignes des passes في l'intervalle oui mais شايبي يقدر يروح 1 contre 1 يقدر يكون في الانيماسيون. قبل الحصه قلت لي اليوم نشوف المنتخب على حقيقته ونشوف بيتكوفيتش على حقيقته. وي شحال العلامه اللي تمنحها لبيتكوفيتش وللمنتخب؟ اليوم بيتكوفيتش نعطي له 6 على 10. نعطي له هذا باسكو نقول لك علاش ضحك. ماشي كان يمدح في بيتكوفيتش ثم طالب 6 على 10. 10 على 10 ماشي انا تعطي له 3 على 10. المنافس الثاني ما نعطيلوش 10 sur 10 10 sur 10 نجيب لك كوب دي موند يا محمد. لا في المباراه هذه. لا في المباراه ما نعطيلوش 10 على 10. قلت لك اعطي له على 10. نعطي له العلامه 6 على 10.